السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا، يعني ان شاء الله تكون كويسة وتكمل معانا الدورة للآخر، كويسة من غير اي فيروسات، من غير اي امراض، من غير ما الفرخ يكش معانا، خاصة الجو اللي احنا داخلين عليه والبرد. في فراخ كتير بتعاني من موضوع البرد، وبتلاقوا الفرخ مش بيزيد وزنه وبيكش معانا. ففي حاجتين لازم هنعملهم في الوقت ده، ونلتزم بيهم لغايه ما نخلص الدوره. هتديكي بسبب الحاجتين دول ان شاء الله هيدي معامل تحويل اوزان عالي، في نفس الوقت هيديني مفيش اي نافق في الفراخ، مفيش اي مشاكل، مفيش اي امراض تعطلي موضوع الدوره. وهتدينا هناخد اوزان في وقت قصير بسرعة، من غير ما نتعطل في النص، ولا الفرخ نلاقيه واقف معانا في التحويل ولا اي حاجة. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اتفقنا طبعا احنا كتير في الجو ده بتلاقوا موضوع اللي بيربي فراخ بيعاني من حاجات كتير، منها طبعا فيروسات الشتاء والبرد والانفلونزا والخنفرة والحاجات دي. كل ده بيعطل معايا الفرخ، يعني بتلاقوا الفرخ واقف تحويله، وتلاقوه بدل ما كان بيزيد معانا وبيعمل اوزان حلو، بتلاقوا الاوزان ابتدت تقل، وفي نفس الوقت هتلاقوا الدورة طولت معاكم وهتصرفوا اكتر. طب احنا ممكن نتلافى المشاكل دي ازاي؟ يعني كتير يقول الدورة كانت ماشية معايا كويس، وجينا في وقت الشتاء او بداية دخول الشتاء الفراخ تعبت، جالها اسهال، جالها فيروس. المهم في الاخر هنلاقي ان الفرخ بدل ما كان بيزيد معايا ابتدى وزنه يقل خالص، او حتى ثبت وزنه، مش بيقل بس ثبت وزنه، مفيش وزن يعني ابتدى يزيد عليه كل يوم بيوم. لا، مش هنلاقي الوزن ده، بالعكس، لا ده بيكش، وكمان مفيش زيادة في الوزن. فبالتالي طبعا الدورة هتطول معانا وهتضطروا تدوروا طبعا، غير ان احنا هندور ان ازاي نعالج الفرخ بأدوية بقى بيطرية او بأدوية بشرية. وكل ده بياخد مننا طبعا، غير الوقت هياخد مننا مصاريف. فانت دورة الفراخ هتكلفك بزيادة، لان انت تعطلتي في النص فما خلصتش الدورة بسرعة، فبتضطري تأكلي بزيادة ايام تاني. وفي نفس الوقت انت اضطريتي تجيبي طبعا ادوية، سواء كانت ادوية بيطرية او ادوية بشرية، طبعا دي تكلفة برضو. فطبعا احنا ممكن نتلافى الحاجات دي بحاجتين المفروض نعملهم ونلتزم بيهم طول دورة الفراخ، وخاصة مع الجو اللي احنا بدأنا فيه لازم نعمل الحاجتين دول، وده حاجتين مهمين، بس هيوفر عليك كتير وهيوفر في المصاريف الفرخ، وهتذبحي بسرعة من غير تكلفة كتير، ولا احتاجتي يعني مصاريف زيادة. تمام. طب ايه الحاجتين اللي احنا المفروض نعملهم؟ اول حاجة ان احنا نعمل الفرشة بتاعة الفراخ، لازم تتغير بول بول، ما ينفعش تقعد الفرشة كذا يوم ورا بعض وبعد كده تيجي تقولي ده في فيروسات الفراخ تعبت. ما طبعا لازم هتتعب لو مستمر الفرشة لينة، فيها طبعا كمية فيروسات طبعا، لان احنا لازم نغيرها عشان نجدد التهوية. الحاجات دي بيعمل خنقة للفرخ وبيخلي الفيروسات تنمو بسهولة وأسرع. فطبعا المفروض احنا بنعمل تغيير للفرشة كل شوية. طبعا هنشيل الفرشة القديمة وهنرش، هنجيب جير، لازم الجير ده بيمتص الرطوبة بحيث الفرخ معايا ما يتعبش. فاحنا هنشيل الاول الفرشة القديمة كلها، وبعد كده هنجيب شوية جير حلوين كده نرشهم. ده لازم قبل النشارة او الفرشة اللي انت هتحطيها لازم تحطي جير. تمام. هنفرش الجير كويس، وبعد كده هجيب طبقة نشارة. نفترض ما عنديش نشارة، ممكن احط تبن، يعني اي حاجة ممكن تغنينا عن النشارة ممكن نحطها، بس هي في معظم الحالات بتكون النشارة افضل لانها بتمتص المية بسرعة، وفي نفس الوقت يعني بتفضل فترة طويلة جافة غير الحاجات التانية. بس نفترض ان احنا ما عندناش، فعادي هنحط نحط عادي تبن، نحط اي فرشة موجودة عندنا. تمام.
وكل ما تحسوا كام يوم 3 4 ايام كده الفرشة باظت نغيرها على حسب ما عندك الكمية. لو الكمية صغيرة هتقعد الفرشة فترة اطول، لكن لو الكمية كبيرة فالفرشة بتحتاج تغيريها كل شوية. تمام كده، فده بيخلي الفرخ نشط معانا مصحصح وياكل كويس ومش تعبان. زي ما انتوا شايفين هما ايه بيتسابقوا على الخلطة اللي احنا عملناها، خلطة زيادة الوزن، بحيث ان احنا ما نستهلكش علف كتير. وممكن الخلطة دي نستمر بيها اخر الدورة، يعني لو الدورة خلاص قربت تذبحيها كده قبليها باسبوع تستمري على الخلطة دي، بس بتخلي طعم اللحم بتاع الفرخ حلو جدا، هتحسوه كأنه كده لحم بلدي. وفي نفس الوقت لغينا سمية العلف، لان بيبقى فيه نسبة سمية. فاحنا قبل ما نذبحه بحيث ان الحاجة تبقى يعني جميلة وصحية وما فيهاش اي حاجة ممكن تضرنا او تضر الاطفال اللي بياكلوها. تمام. وفي نفس الوقت هتديكوا اوزان عالية جدا، لو استمريتوا عليها هتديكوا اوزان، يعني هتحسوا الفرخ كده حاجة حلوة كده وانتوا بتذبحوه. ولو تلاحظوا انا حتى تبصوا ازاي بيتخانقوا عليها، يعني ممكن لو اتعودوا عليها وحبوها ممكن هيسيبوا العلف ويلجأوا للحاجة دي اللي احنا عملناه. وهتلاقوا فيديو في الاخر ان شاء الله كده في شاشات النهاية، لو حد حابب ان هو يعمل الخلطة دي يعملها في البيت. هي 3 مكونات بس، يعني فعلا بتفرق جامد في وزن الفرخ، اللي هي الدشيشة اللي هي الذرة الصفراء المجروشة، وشوية قمح وشوية رز. الحاجات دي بنسلقهم على النار كده كأننا بنعمل حلة رز، مع شوية كركم، شوية حبة ملح، حبة زيت. وممكن تضيفوا اضافات بقى من عندكم، شوية عدس، شوية فول مدشوش. كل ده بيعلي بروتين الخلطة اللي قدامنا، وبتخلي معامل تحويل الوزن عالي، وبيرمي وزن على الفرخ بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده بيتخانقوا عليها. ده بالنسبة اتفقنا ان احنا هنعمل حاجتين، خاصة في الجو اللي احنا فيه ده. وهو عموما حتى لو مش في الجو ده المفروض الفرشة نعتني بيها وننضفها بول بول برضو، حتى في الصيف، لانها برضو بتؤدي ان فيروسات كتير تنشط وامراض كتير عند الفراخ احنا في غنى عنها. فاحنا بدل ما الدورة تطول معانا وان الفرخ يتعب، لا. تاني حاجة بقى، حاجة هنحطها في المية، هي ممكن تكون حاجة غريبة بس حاجة فعلا هتساعد أوي في موضوع الفيروسات. أي بداية فيروسات في معدة الطائر هتتقتل وهتنتهي، ومش هيحتاج ولا هيتعب مننا. ايه الحاجة دي؟ البيتادين. البيتادين اللي هو مطهر الجروح، ده اللي بنجيبه للجروح، قاتل للبكتيريا والحاجات دي. فاحنا بنحط زي 5 6 نقط في لتر المية. بتنفعنا جدا في موضوع انها بتنظف معدة الطائر من اي حاجات، ميكروبات، بكتيريا، الحاجات اللي ممكن تعيه. فهنحط كل كام يوم نحط كام نقطة كده، بس طبعا قبل ما نذبحه بفترة ما نحطش، بحيث يبقى احنا متفقين ان احنا عاوزين ناكل فرخ طبيعي جدا، خالي من اي حاجة من ادوية، حتى من سمية العلف. هنقلل العلف في الاخر، ويمكن ما نحطوش خالص في الاخر، بحيث يطلع معايا الفرخ كده طعمه حلو ولحمة صحية جدا. فاحنا في الاخر مش هنحط موضوع البيتادين، لكن اليومين دول احنا لسه والفرخ لسه هيقعد معانا شوية، فهنحط كده كل كام يوم نحط كام نقطة بيتادين قليلين، يعني مش كتير، مش هنكتر، يعني هي كام نقطة بس. ده بتخلي الفرخ، معدة الفرخ خايلة من اي ميكروبات، حاجات بيقتل الحاجات اللي ممكن تسبب بالامراض للفرخ. ده بالنسبة للحاجتين اللي احنا اتفقنا ان احنا لازم في الوقت ده نعملهم، اللي هو البيتادين. هنحط بيتادين على المية كل كام يوم كده، كل 4 5 ايام نحط بيتادين على المية لغاية قبل ما تخلص الدورة. هنضطر ما نحطوش تاني عشان يبقى لحم الفرخ صحي ومفهوش اي ادوية. الحاجة التانية اللي هي الفرشة، ان لازم نهتم بالفرشة جامد، عشان ما ناخدش فرخ في الاخر يعيا مني ويعطل الدورة. لو استمرينا على الحاجتين دول اضمنوا ان انتوا هتاخدوا اوزان حلوة جدا من الفراخ بتاعتكم، اضمنوا ان الدورة مش هتطول معاكم ابدا،
وفي نفس الوقت اضمنوا ان انتوا مش هتزودوا في مصاريف الدورة ولا تكاليف الدورة، لان احنا استخدمنا حاجات هتخلي الدورة تنتهي بسرعة، وفي نفس الوقت مش شريناش ادوية ولا اي حاجة ممكن تكلفنا زيادة في الدورة. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان انتوا تمشوا على الحاجتين دول. لو بتربوا طيور تمشوا على الحاجتين دول، وان شاء الله هتاخدوا اوزان عالية جدا ومش هتعطلوا في الدورة خالص وهتخلصوها بدري. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، ولو لسه معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك وما تنسوش تبعتوا لي تعليقاتكم. لو انتوا بتتابعوني من اي دوله تقولوا لي ايه اخبار الدنيا، لو ماشيين معانا في الدوره ان شاء الله تكون الدنيا معاكم كويسه. وان شاء الله اما هنيجي ان شاء الله كل شويه هننزل فيديو ونشوف اخر الدوره هتوصل لفين، وهنقول لكم كمان على الكتكوت اللي احنا حطيناه، اللي هو الكتكوت اللي هو مش درجه اولى، اللي هو استردة مع الفراخ اللي احنا اشتريناها العاديه. هنشوف اخباره ايه في اخر الدوره هقول لكم. انتوا حاولوا تبصوا كده وتشوفوا انه كتكوت، انه قصدي فرخ من الفراخ دي، ما بقتش كتاكيت خلاص. من الفراخ دي هو الكتكوت اللي كنا جايبينه من الشارع وكان سرده. ان شاء الله تكون تجربة حلوة، وهنشوف في الاخر هل بقي زي مع الخلطات والحاجات اللي بنحطها بقي زي الفراخ العادية اللي هي درجة اولى، ولا اختلف عنهم في ايه. في اخر الدورة ان شاء الله هنعمل لكم فيديو ونوريكم ده وده ونشوف ايه الفرق بينهم، بحيث بعد كده نبقى واخدين بالنا. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.